وابعد، يعني بص اهرب لو كان في خصيه اكبر من خصيه. ده يعني بقول لك 90% عنده بروسيلا، 90 في سحابه بيضاء، العين لونها ابيض خالص، ده معنى كده العين معتم عليها سحابه بيضاء مش بتشوف، يبقى كان في التهابات مزمنه وديت مش بتخف بالقطرات. اقفل الموضوع ده خالص. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. أخوكم في الله الدكتور محمد صاحب مزرعة نيو العالمية فارم. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنتكلم على 10 نقاط إزاي تقلب وإزاي تفحص وإزاي تفرز الغنم والحولي والخروف اللي انت بتنزل تشتريه، سواء كان من مزرعة سواء كان من السوق. ده حقك، مفيش حد يقدر ان هو يسلبك وياخد منك الحق ده. ليك الحق الكامل ان انت تفحص الغنم والحولي بتاعك، ولو في اي عيب من حقك ان انت ترفض البيعة او ان انت ما تشتريش. ولو العيوب دي احيانا بتكون عيوب شرعية، ودي هنعمل لها فيديو خاص بيها، ايه هي العيوب الشرعية اللي لو انت تميت البيعة من حقك ان انت ترد البيعة مرة تانية وان انت ترجعها لصاحبها، ودي هتكون في فيديو تاني. النهاردة ان شاء الله زي ما احنا متعودين الفيديو ممكن يكون طويل شوية، فسيادتك لو مش فاضي دماغك مش رايقة احفظ الفيديو واتفرج فيه في وقت تاني. الوقت يسمح معاك هات الورقة والقلم واكتب ورايا. هنتكلم في 10 نقاط أساسية. ال10 نقاط هيبقوا موجودين تحت 3 محاور. انا داخل على شوية غنم، او انا داخل هشتري معزة غالية، معزة قبرصي، معزة حجازي ب20-30 الف جنيه، وانا مفيش ما قدرتش ان انا اجيب حد خبير او حد ان انا اجيبه يتوسط ان هو يجي يفحص لي الغنم. انا اقدر انا افحص الغنم بتاعتي بنفسي، اتعلم والعلام مش هي. ايه هم ال10 نقاط؟ ال10 نقاط هيكونوا تحت 3 محاور. عد معايا. المحور الاولاني محور الراس بتاع الغنم، الغنمايه المعزه ليها راس، هنفحص الراس. رقم 2 الجسم بتاعها، الجسم بتاعها عامل ازاي. رقم 3 السلوك والنشاط بتاعها عامل ازاي. واحده واحده معايا عشان انا كاتب الكلام، وهنقرا مع بعض وهنستقنيس وهنسمع كلام محترم جدا. اول حاجه تعالى نمسك الراس. الراس فيها 3 حاجات مهمين جدا. فيها اول حاجه الفم، فيها الانف، وفيها العين والودن. الودن مش مهم قوي بالنسبه لي، بس يعني ايه، خلينا نقول واحده واحده. اول حاجه هنمسك البق، الفم بتاعها، هنفتحه ونبص فيه من جوه. جايز جدا يكون احنا بنفتح الفم رقم 1 عشان نعرف السن. واحد يضحك عليك يقول لك ده هي لسه لبنيه صغيره وهي قافله، فطبعا دي برضو لازم تبقى خبره منك. نعمل لها فيديو ازاي تحديد العمر بتاع الغنم او المعيز، لباني كسر جوز كسر 6 قافله مخلعه وهكذا. يبقى انا بفتح البق علشان او الفم علشان اشوف السن بتاعها قد ايه، زي ما الراجل بيقول لي ولا بيضحك عليا. خد بالك دي حاجه اساسيه علشان تعرف الراجل ده امين ولا لا. كتير جدا الواحد يقول لك او بيبقى مفكر ان اللي قدامه مش فاهم في التربيه ويقول له ده لبنيه، اول ما يقول لي الكلمه دي وافتح السن الاقيها كسره جوز او كسره 4، اعرف ان هو راجل مش مظبوط، احذر منه، لان هو كده ما كانش امين، لان هو استغل جهلي وقال لي معلومات غلط. اركن ديت على جنب. هنفتح البق نبص اللسان نشوف فيه اي حبوب، هل فيه فطريات، هل فيه اي التهابات. نبص على الضروس من جوه على قدر المستطاع، جايز يكون فيه يعني ضرس تحت منه فيه خراج. ساعات بيكون موجود هنا في حاجه اسمها الحيل الكاذب، زي خراج بيبقى موجود في الغدد الليمفاويه. ابدا افحص المنطقه بتاعت الفم كويس. بعد كده اخش على الانف، ما يبقاش موجود فيها اي افرازات ولا يكون فيها افرازات ناشفه. الطبيعي ان يكون في مخاط، طبقه خفيفه جدا من المخاط، وما ينفعش يبقى نازل في مخاط سائل نازل منها عندها برد. النقطه الثانيه انا بعمل الموضوع ده اكتم الانف بتاعها، مش اكتمه ان انا اموتها يعني، لا انا هكتم النفس بتاعها. الطبيعي ان انا لما اكتم النفس بتاع الغنم ما يحصلهاش حاجه، انها تعمل ايه، هتفرفر مني. انا كده بعمل لها ايه، بعمل لها نوع من انواع التحفيز، عايز اشوفها هل هي نشيطه، هل هي منتبهه معايا ولا لا. وارد جدا ان انت ممكن تكتم نفسها وتلاقيها خامله زي ما هي، السلوك بتاعها لا ده هي مرحرحه خالص، لا دي مش كويس، دي ممكن تكون سخنه، ممكن يكون موجود عندها دور مرض، عندها برد، عندها، مش هنخش في تفاصيل، احنا بنقول طريقه الفحص. ممكن اكتم النفس بتاعها الاقيها عطست،
لو عطست مني بعد ما اكتم النفس بتاعها على طول، تمام، ده وارد جدا انها عندها دور برد، تمام. برضو يبقى انت عارف انها عندها برد، محدش يضحك عليا. يبقى كل ده انا بعرفه من الانف. طيب بعد كده ابص على العين. العين مهمه جدا، ليه؟ لان وارد جدا ان العين يكون عليها حاجه اسمها، تلاقي العين عليها زي سحابه بيضه كده. السحابه البيضه دي معناها كده ان كان عندها التهابات شديده وممكن تكون قلبت معاها بعمى. يبقى ابص على العين. لو انت معاك كشاف ابدا اضرب الكشاف في عينيها. لازم يكون في البؤبؤ بتاع العين اللي احنا بنقول عليه حاجه اسمها البيوبل بيتفاعل مع الضوء. يعني ايه؟ يحصل له ينكمش ويتسع. طب لو انت لقيتها متسع ومفيش اي حاجه، تيجي تهوشها على عينيها، تيجي تعمل لها اي حاجه، لا مفيش استجابه. وارد جدا تكون المعزه عاميه، هي ما بتشوفش. من حقك انها لو عاميه الراجل يقول لك هي المعزه دي مش بتشوف. لكن وارد جدا ان انت وقعت مع واحد مش امين، واحد تاجر غشاش، ويقول لك المعزه بتشوف، بعد ما تروح بيها ما ترجع. فاحنا بنقول الكلام ده نوع من انواع التوعيه للناس، ان انت لما تروح تشتري ازاي تفحص وازاي تقلب. هوشها. لازم المعزه تغمض، تبربش، تحمل اي نوع من انواع الرفلكسات زي رد الفعل كده، انها شايفه ايدك انها جايه على عينيه. لو ما عملتش الكلام ده يبقى في مشكله في عينيه. رقم 2، زي ما قلنا ممكن تلاقي في سحابه بيضاء، العين لونها ابيض خالص، ده معنى كده العين معتم عليها سحابه بيضاء مش بتشوف، يبقى كان في التهابات مزمنه وديت مش بتخف بالقطرات. اقفل الموضوع ده خالص. طيب وارد جدا ان انت لازم تعمل الموضوع ده، تشد الجفن بتاع المعزه او الخروف لتحت. لما تشد الجفن عليها لتحت بتبص على الحمار بتاع الجفن. ابص على الحمار بتاع الجفن. لو لقيت حمار الجفن من جوه لونه مبيض قوي، لونه ابيض قوي، المعزه دي او الخروف ده عنده انيميا، ده عنده نقص، ممكن يكون عنده ديدان مزمنه. الراجل ما جرحش بقاله كتير، ده الديدان ديت مصه، عنده ديدان كبديه، مخزون الحديد اللي موجود في الجسم بايظ. يبقى انا الكلام ده مهم. لازم تبقى العين نظيفه خالص، ما فيهاش اي التهابات، مش موجود فيها اي عماص، العين مش بتدمع. وارد جدا تلاقي جنب المجرى بتاع الانف تلاقي فيه دموع نازله، معنى كده ان عندها ايه؟ عندها برد، الانف بتاعتها مسدوده، فالدموع مش بتمشي، فبتنزل من بره عينها مدمعه. يبقى انا ابقى فاهم الكلام ده، اعرف ان المعزه دي عندها برد، اقول له المعزه دي عندها برد. طب انا هاخدها تحت التجربه لمده 3 ايام واديها مضادات حيويه، او هخليها عندك لمده 3 ايام لغايه لما تخف، او لا يا عم وانا هشتري حاجه تعبانه ليه؟ خلي دي، لو انا بشتري 20 خروف انا هفرز منهم 15 حلوين، لا طلع لي الخروف ده من البيع، انا مش هشتريه. ليه يا عم؟ الخروف بيدمع، ده عنده مخاط صايل، مش عارف ايه، ده الخروف ده عنده دور برد، لما يتنقل كمان المناعه بتاعته هتقل، لما هيجي عند البرد ده يقلب معايا بالتهاب رئوي، يحصل عمليه نفوق على طول، يموت منك، انت ما كسبتش حاجه اصلا. فده اللي بيحصل، ولازم تبقى انت واعي، ولازم تبقى انت عندك الخلفيه والثقافه وانت بتنقي وانت بتفرز الغنم. كل ده انا عرفته منين؟ من العين بتاعه الخروف او بتاعه الايه؟ المعزه. طيب تعالى نمسك الودان بقى بتوع القبرصي بتبقى طويله ومش عارف ايه. الودان عموما هستفاد منها بايه؟ تمام. اول حاجه بص على الودان، لما تيجي تمسكها لازم الودان ما تبقاش معبيه ميه. احيانا القبرصي الودان الطويله بيجي لها نوع من انواع الامراض كده، تلاقي الودن معبيه ميه. طب انا هاخدها ليه؟ لان الميه دي لو ما اتعالجتش كويس بنضطر ان احنا نعمل عمليه بتر، بنقطع الودان. طب ليه يا عم؟ ما تفحص الغنم بتاعتك حلو، افحص المعزه رايح اشتري معزه حجازي ب 30 40 الف جنيه وعندها مشاكل في الودان، طب ليه اشتريه؟ يا اما هاخدها على عيبها، يا اما هخليها عند صاحبها لغايه لما تخف، وهكذا. احنا بنقول الكلام ده للتوعيه، ماشي، مهم. طيب هفحص الودان، ابص على الودان اشوف القوب والجرب. وارد جدا تلاقي الودان في شويه شعر واقعين منهم، عليهم شويه قشور، عليهم لا ده المعزه دي عندها قوب. طب لو عندها قوب، القوب ده معدي. طب انا لا هشتري يعني، ولكن ده مش عيب، بيتعالج ومرض سهل يعني، بس انا هبقى عارف ليه ان انا لما اجي ادخلها مش هدخلها على القطيع بتاعي، لا ده انا هحطها في مكان عزل، ابدا اجيب لها العلاجات بتاعتها واجرحها ومش عارف ايه لغايه لما تخف، وبعد كده الحقها بالقطيع. كل الكلام ده كله كان في منطقه الراس. يبقى المحور الاساسي او المحور الاولاني، معلش خليك معايا، يبقى احنا بنتكلم بنقول ان عمليه الفحص
3 محاور. اول حاجه الراس، الرقم المحور الثاني عمليه الايه؟ الجسم. بقى تعال نخش على الجسم. هنمسك الغنم والخروف. الغنم والخروف الظهر هو الميزان، الظهر هو الميزان. والظهر مش في اي حته، المنطقه من ورا ما بين اللفخاد، تحط ايدك في ظهره. ده الميزان بتاع الخروف، ميزانه من حيث صحته لازم تلاقيه عمران لحم، عمران مش معضم. وفي ناس بتشتري غنم خشب، وفي ناس بتشتري غنم لحم، وفي غنم واحد بيشتري غنم انيه. الطبيعي ان انا لما اجي اشتري الغنم الانيه العاديه خالص، مش هقول لك ان انت تحط ايدك في ظهرها تلاقيها ملبسه يعني ومعجونه لحم ورصه لحم كويس، لا ده كلام مش طبيعي. ولكن لما احط ايدي في ظهرها ما يبقاش تقدر تفصل العظم بتاع ظهرها. وخد بالك الموضوع ده ليه درجات، يعني احنا عليها جريدز كده لكميه العضلات اللي بتبقى موجوده في الفقرات من ورا. احنا بنقبل باول درجتين اللي هو تشطيب اللحم، ان انت لما تيجي تحط ايدك في الظهر ما تقدرش تطلع اي تفاصيل للعظم نهائي، دي مقبوله ودي اللي بتبقى بنحبها في غنم التسمين. والغنم الانيه ان انت رايح تشتري خروف نعجه عايز توقفها تسمنها، ان انت تطلع التفصيله بتاعه العظمه اللي بارزه في الظهر بس، لكن العظمه تبقى مرسومه، عظمه الظهر تبقى مرسومه. معنى كده انها عندها عدوى للديدان كبديه. العدوى دي خلاص يعني اللي هي ايه؟ المعزه او الخروف دخل مني في مرحله اللا عوده. يعني انت مهما اديته تجريعات، ومهما اديته علاجات، ومهما اديته منشط للكرش، واديته تجريعات، واديته فيتامينات، ووقفته على علف وي 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 وي، كل الكلام ده معدل التحويل بتاعه هيبقى سيء جدا، مش هيرجع معايا. ولكن اللي انا التاني اللي انا بقول لك عليه ده اللي هو انت تحط ايدك انا حاسس العظم ولكن ما زال اللحم محسوس، لا ده لما بياخد التجريعات بتاعته ويقف على علفه مظبوطه ويقف يعني الاهتمام بتاع دوره التسمين، لا بيجي معايا وبيبقى كويس. ولكن النوع الثاني اللي انا بقول لك عليه ده العظم بتاع الظهر مرسوم، تلاقي ظهره الفقره عامله شبه المثلث، شبه عارف العلامه بتاعت العربيه المرسيدس، بيبقى الظهر مرسوم زي منها بالظبط، مفيش، والكرش منكمش معضم صفطان، الحتتين اللي جنب الكرش دول داخلين لجوه، بطنه فاضيه خالص. انت بتشتري ايه؟ انت مستني ايه؟ بتشتري ايه؟ ده لو هيدهاني هيشحتهاني ببلاش انا مش هاخدها، ده هتخسرني، ده هتصرف عليا ادويه قد ثمنها مرتين 3. يبقى ده اللي احنا بنتكلم فيه يا اخوان، فحص الظهر كويس جدا. وانت بتحط ايدك على الظهر بتاع الخروف او المعزه هتطلع لقدام تروح ماسك الرقبه. لما تيجي تمسك الرقبه تمام هتفحص الرقبه كويس من الناحيه دي ومن الناحيه دي. وارد جدا تلاقي فيه خراريج، وارد جدا تلاقي فيه اماكن تحصينات. وخد بالك ان اماكن التحصينات بتعمل حاجه اسمها جرانيولوما. جرانيولوما يعني زي ورم ليفي بيبقى موجود تحت الجلد ما بيصرفش، ودي حاجه تطمنك ان الراجل ده شغال كويس. يعني من الحاجات اللي انت تشوفها لما تلاقي المعزه عندها بلابيز كتيره الناحيه دي، ويقول لك الراجل ده انا مطعم مره واثنين وثلاثه ومش عارف ايه، وتيجي تحسس على الجنبين بتوع الجنبين بتوع الرقبه، الاماكن بتاعه الحقن اللي بتاعه تحت الجلد في الخروف او في المعزه، وتلاقيها مكلكع كده، ده معنى كده ان الراجل فعلا صادق وامين، والراجل ده فعلا بيحصن الغنم بتاعته. تمام؟ يبقى بنفحص الجلد بتاع الرقبه، وبنفحص الغدد الليمفاويه، لعل وعسى يكون في كيس دهني، لعل وعسى يكون في خراج، نعرف الكلام ده كويس. يبقى انا طلعت قدام عند الاكتاف، وهطلع من ورا احس اللفخاد، ابص على اللفخاد اشوف وضعها عامل ايه، وهكذا. طيب ايه تاني معانا في الجسم؟ عايزين نفحص ايه بقى؟ عايزين نفحص وانت راجع من ورا عند اللفخاد لازم ايدك تنزل تحت منها، ايدك تنزل تحت منها. هتروح فين يا عم؟ لازم الايد تمشي على البطن من تحت. ليه؟ عشان بيحصل كتير جدا 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 خصوصا في المعيز اللي شعرتها طويلة، ان بيكون عندها فتاء، وهذا الفتاء ما بيبقاش باين من الشعر. طب انا هحسه ازاي؟ لازم تمشي ايدك تلاقي عضلات البطن كلها حتة واحدة، ما تلاقيش طالع منها كلكيعه لبره. لو طالع منها حته بارزه لبره، حته باظه لبره، ده فتاء. يجي بعد منها يجي تلاقي واحد يقول لك ايه؟ طب الفتاء ده عنده مشكله؟ عنده مشكله. هيزيد مع العشر؟ ممكن يزيد مع العشر.
ممكن يحصل انسداد معوي، ممكن يحصل، لان لو في احنا بنقول عليه لوب من الانتستين، يعني لفه من الامعاء طلع في هذا الفتاء واتلف جالها انسداد معوي ماتت. طب يقول لك طب انا هاخدها واعمل لها عمليه، طب ليه؟ هتروح تدفع 30 40 الف جنيه في معزه عندها فتاء ليه؟ قول لصاحبها عالجها ونبقى ناخدها وهي عشر، نطمن عليها وهي عشر. ما تحطش في نفسك في المأزق ده، يا اما خدها على عيبها. لو هي ب 30 طب يا عم انا هاخدها ب 20، ليه؟ اصل عندها فتاء وجايز يا تخف يا جايز ما تخفش، وهكذا. يبقى من الحاجات اللي بتغيب على الناس كتير جدا جدا جدا، خاصة في النتايات. الذكر عادي، لان سكة الذكر ايه؟ اخره هيندبح وشكرا على كده، تمام. ولكن النتاية انت عايزها تولد مرة واثنين وثلاثة. عندي نعجة غالية، عندي نعجة عساف، عندي نعجة سفلك، تمام. ما ينفعش ان انا اشتري نعجة ب 20 30 50 الف جنيه ويطلع عندها فتاء. مرة مع العشر الفتاء بيوسع وممكن يعمل لي ايه؟ ممكن يعمل لي مشاكل. يبقى اركن النقطة دي. بعد ما تمشي ايدك على بطنها من تحت، انت رايح ناحية ايه؟ انا رايح ناحية الضرع، اللي هو الغدد اللبنية، الثدي، الضرع يعني. طيب ايه يا عم القصة دي؟ الضرع مهم. لو كان فيها لبن، يعني لو هي مثلا بترضع عيالها مش عارف ايه، همسك الحلمات بتاعتها واديها عصرة اشوف شكل اللبن عامل ازاي. اللبن كلنا عارفينه، اللبن لونه ابيض، ما ينفعش اللبن يكون فيه مشعر بدم، ما ينفعش اللبن ده يكون صديد. وابص على الجلد بتاع الضرع، ما ينفعش يبقى مزند، ما ينفعش يبقى مورم، ما ينفعش تبقى فردة وفردة لا، ما ينفعش حلمة شغالة معايا والناحية التانية مش شغالة، تمام كده. ما ينفعش الضرع الناحيتين، لو انا معايا حلمتين تمام، واحدة تبقى حلوة وكويسة والتانية مكتلة في بعضها، تمسكها تحس ان انت مسكت زلطة، ده معناه ان حصل تليف في الضرع. احنا بنقول عليه الضرع شالل، بنقول عليها كده الضرع شالل، يعني الناحية ديت مش شغالة. طب الكلام ده انا هعرفه ازاي؟ حاجة من الاتنين، يا اما صاحب الحلال يقول لك والله المعزة دي الضرع بتاعها شالل، ولكن الفردة او النص اللي هي الحلمة دي والله بتكفي عيالها وزي الفل. طب لو ما قالش، طب ما ده مشكلة. افرض انها جابت توأم، افرض انها جابت 2 او 3، في الوقت ده اليمه اللي انت بتتكلم عليها اللي شغاله دي مش هتقدر انها تكفي عيال، وما دام هي ما كفتش عيالها هنقعد نقول يا خلق اهو حد يشوف لنا معزه لبن. طب احنا هنرضع لبن بقري ولا لبن جاموسي؟ نروح نجيب لبن بودره منين؟ ده الراجل ضحك عليا. ليه يا عم وانت كنت فين؟ ما تفحص الحلال بتاعك، تمام. ده بالنسبه للنتايات. يبقى انت بتمشي ايدك على جسمها من تحت يهمك قوي وانت بتفحص النتايه. وخد بالك برضو من الحاجات المهمه، النوتي اللي هي البكاره، لان احيانا بيبقى في عيوب خلقيه في الضرع، ممكن تلاقيها مولوده بحلمه واحده، مولوده مش عارف ايه، فالنتايه حتى لو هي صغيره تبص على الحلمات بتاعتها ان مفيش عيوب خلقيه موجوده فيه، حلمتين موجودين ولكن هي لسه ما حضرتش، تمام كده يا اخوانا. يبقى ببص على البطن من تحت، على الفتاء، وببص على الضرع الحاله بتاعته ما يبقاش فيه اي التهابات، شغال، ما يبقاش فيه اي تكتلات، ما يبقاش الجلد بتاعه من بره مهري، ما يبقاش الضرع مدلدل للارض، والكلام ده بنلاقيه في المعيز الشامي. معزه التحضير بتاعها كتير قوي قوي قوي، وتلاقي الضرع بتاعها مدلدل في الارض وعماله تجر فيه في الارض، دي مش هتعرف ترضع عيالها. واحد يقول لك هنعمل لها كيس ونرفعه ومش عارف ايه، ده عيب في الضرع، تحضير زياده ما ينفعش، عيالها مش هيعرفوا ينزلوا يجيبوه. خد بالك الكلام ده مهم. ده ناهيك بقى عن قصه ان الحافر بتاعها وهي ماشيه وهي رايحه وهي جايه عماله تخبط وتعور في جلد الضرع الرقيق ده، عماله تخش في التهابات، ده عيب، ده مشكله. ما تفكرش ان التحضير يبقى الضرع بتاعها قد كده، دي هتبقى حاجه كويسه، دي عايزه معامله خاصه. لو انا اخدها على وضعها، ابقى انا عارف ازاي اتعامل مع معزه الضرع بتاعها كبير او الضرع بتاعها مدلدل بيجر في الارض، واعرف ازاي احلبها. ما بقاش فرحان ده الضرع قد كده، وفي الاخر بعد ما تاخدها لما تيجي تولد تلاقي عيالها مش عارفين ينزلوا ياخدوا منها السرسوب. الكلام ده خطير جدا. طيب يبقى بفحص الضرع من حيث اللبن، الناحيتين شغالين، مفيش اي تكتلات، مفيش اي يعني مفيش اللبن نفسه نازل نظيف وحلو رايق، مفيش اي دم، مفيش اي صديد، مفيش
تمام. ويهمني قوي بالنسبه للذكر بقى نفس المكان، لو كان ذكر مش هلاقي ضرع، هلاقي خصيتين. اهم حاجه في الخصيتين، ان هم يكونوا خصيتين. يعني ما هو دي حاجه مهمه. تمام. ليه؟ لان فرصه الذكر ان هو يخصب بخصيتين غير ما يكون خصيه واحده، وخصوصا لو انت رايح تجيب ذكر طلوق. ما ينفعش اروح ذكر اروح اجيب ذكر قبرصي ولا ذكر بور وموقفه وقفه، انا جايب له بقى بتاع 30 نتاي، تمام، واروح اشتريه بخصيه واحده. طب ما هو وارد جدا نسبته في عمليه الاخصاب بتاعته ان هو يعشر لك الميز دي هتبقى قليله. ذكر بخصيه واحده، كميه الحيوانات المنويه اللي هينتجها عامله ازاي؟ ده عيب اصلا، ده عيب في الذكر ان هو يبقى مولود بخصيه واحده. على فكره في ذكوره بخصيه واحده بتعشر، بس انا بقول لو انا رايح اشتري ذكر استيراد، رايح اجيب ذكر ابن استيراد، هدفع فيه مبلغ وقدره، ومحتاج ان انا افحص الذكر ده ما يبقاش فيه الهوا، اروح ادفع فيه 30 40 الف جنيه وهو بخصيه واحده؟ لا. لو انا هشتريه على وضعه، تمام، ده هيقلل من ثمنه، وانت ورزقك وانت ونصيبك. لكن ما ينفعش ان انت تروح تشتري وتدفع 30 40 الف جنيه ورايح مثلا مشوار، تمام، 3 4 ساعات سفر، وفين بعد منها بشهرين 3 وانت بتتفرج على الذكر كده ولا حاجه وانت بتحط له الاكل، ايه ده؟ ده بخصيه واحده؟ ده ما ينفعش الكلام ده. ده انت كده راجل مستهتر، ده انت كده فلوسك ديت انت بتلاقيها في الشارع، الكلام ده ما ينفعش. يبقى بنقول من ضمن النقاط المهمه وانت بتفحص ذكر، وخصوصا لو كان ذكر طلوقه، لازم تلاقي فيه خصيتين. لو كان ذكر صغير تحسهم بايدك بيبقوا عاملين زي البلي، لو ذكر كبير هتلاقي خصيتين محترمين. تمام كده؟ طيب ايه مهم كمان؟ لازم تلاقي الخصي بتاعه متناسب مع العمر. يعني ايه؟ وارد جدا تلاقي واحد يقول لك ايه، والله الجدي ده 3 شهور. معروف الجدي يعني مع الوقت والخبره، الجدي ال3 شهور معروف الخصي بتاعه عامل ازاي او حجمه عامل ازاي. ما يجيش يقول لي ده الجدي ده 3 شهور، او مثلا يكون هو قاطع قرونه، او هو جدي مثلا اقرع ملوش قرون، عشان نعرف نسنن برضو بالقرن وحجم القرن وكده. تمام. ويجي في الاخر يقول لك ايه؟ يقول لك وتلاقي الخصي بتاعه كبير قد كده. يبقى لا، الخصي ده حجمه مش بتاع 3 شهور، ده بتاع 6 شهور، ده بتاع 8 شهور، وهكذا. يبقى من ضمن الحاجات المهمه اللي بنتكلم فيها ان لازم حجم الخصي يكون متناسب مع العمر اللي صاحب الحلال بيقول لي عليه. دي نقطه. النقطه الثانيه مهمه جدا في الطلايق، لازم الخصيتين يكونوا قد بعض. وابعد، يعني بص، اهرب لو كان في خصيه اكبر من خصيه. ده يعني بقول لك 90% عنده بروسيلا، 90% الجدي ده عنده مرض خطير جدا، مرض تناسلي بينتقل عن طريق التكاثر وعمليه الاخصاب وعمليه التعشير ما بين القطيع. لو الذكر ده جالك كل المزرعه بتاعتك هتتعدى. مرض خطير اسمه الاجهاض، اسمه كده مرض الاجهاض بتاع البروسيلا. لو جالك مصيبه سوداء. ايه هي العلامات بتاعته؟ مفيش علامات غير التحليل في الدم. الذكر حلو وبيروح وبيجي وبيتنطط وبيشرب وبيلبلب على النوتي وعايز يطلع وبيعشر وزي العسل، مفيش اي حاجه. مفيش الا حاجه واحده بس اللي هتعرفك بالعين ان تلاقي في خصيه اكبر من خصيه كبيره وخصيه صغيره. ليه؟ لان هي البكتيريا دي بتبقى قاعده في حاجه اسمها الابيديديمس. الابيديديمس ده معناه البربخ بتاع التستس يعني الخصيه. تمام. هي بتتكاثر في المكان ده، تسدها فتلتهب وتكبر، فتلاقي في خصيه كبيره وخصيه صغيره. لو لقيتها ما تشتريهوش، لو ببلاش ما تشتريهوش. تمام. ايه تاني لو انا عايز اشخص البروسيلا؟ تحليل الدم. خد عينه دم يا باشا وروح اي معمل قول له شخص لي بروسيلا 3 انواع مش نوع واحد. لما تيجي قول له ال3 انواع بتوع البروسيلا مش نوع واحد بس، لانه ممكن يكون سلبي من نوع وايجابي في نوعين تانيين وانت لبست برضه مفيش مشاكل. مهم. يبقى انا بفحص الذكر وانا بمشي ايدي مع تحت. لو كان ذكر كان نتاي، اهم حاجه الحته بتاعه البطن دي. وارد جدا تلاقي فيه الذكر ده تلاقي فيه فتاء. لو ذكر لحم يعني هيتسمن وبتاع عادي من عنديها، ولكن لو ذكر طلوقه انا ما بحبوش الصراحه. ليه؟ لان الذكر الطلوقه بيحزق كتير، بيطلع وبيضرب، فوارد جدا الفتاء ده يتسع. سيادتك عندك الدكتور البيطري اللي هيعرف يصلحه ويحط له شبكه على عيني وعلى راسي من فوق. الذكر غالي عليك، على عيني وعلى راسي من فوق، ولكن ما حدش يديك على قفاك. يعني ما حدش يلبسك في ذكر طلوقه عنده فتاء وانت ما تعرفش. لا، انا ما بحبش كده. قول لي ان هو عنده فتاء، يا اما انا واحد معلم وانا رايح افحص الذكر اللي انا هشتريه ما انساش احط ايدي من تحت
عنده فتاء اقول له ده عنده فتاء، ونقعد نتفاوض بقى، عالجه انا عالجه هاخده على وضعه وهكذا. انا بنورك يعني، انا بنورك وخلاص. مهم. طيب قلنا القصه بتاعت مين؟ قلنا القصه بتاعت الذكر وشكرا على كده. ذكر وانتهى. الحته اللي تحت دي مهمه قوي الصراحه. طيب ركز معايا بقى، هنرجع لاخر حاجه من ورا. بص انا مشيتها لك ازاي. الراس وانت نازل هتحط ايدك في الظهر، بعد كده تطلع لقدام على الرقبه، تنزل على الاكتاف من قدام، بعد كده تروح منزل ايدك من تحت، تبص على البطن تشوف الدنيا عامله ايه. تمام. البطن كلها مشدوده، مفيش اي حتت بارزه او في اي يعني حته باظه لبره يعني. تمام. وترجع لورا. ذكر نتايه هنبص على الضرع ونفحصه. لو كان ده لو كان نتايه، لو كان ذكر نبص على الخصي بتاعه. وارد جدا والله والكلام ده بيحصل. تلاقي واحد رايح يشتري ذكر مثلا طلوقه او عنده شويه معيز بلدي ونازل السوق يشتري ذكر وبتاع مش عارف ايه، ويروح البيت يلاقي الذكر عنده مخصي. يعني هو الذكر اصلا مفيش مش هيعشر، ذكر مخصي، تخيل يعني. مهم يعني. ماشي. ربنا يرحمنا يعني. النتايه اخر حاجه في الفحص، اخر حاجه هنبص عليها من ورا ايه؟ الحياه بتاعها. حياه النتايه لازم تفتحه، لان في حاجه خطيره جدا وبتاثر على العشار بتاع النتايه، حاجه اسمها الدكار. الدكار ده زي زائده كده بتبقى موجوده في حياه النتايه، اللي هو الفتحه المهبليه التناسليه. لو حد مش عارف يعني ايه كلمه حياه يعني، تمام، بتلاقي فيه زي حته جلده كده، حاجه شبه الجهاز التناسلي الذكري، حته جلده كده رفيعه بتبقى موجوده واقفه جوه. دي بتأثر على عملية الايه؟ بتأثر على عملية الإخصاب والتعشير بتاع الذكر للنتاية، وغالبا النتاية دي ما بتعشرش، يعني الذكر يضربها وما تعشرش. تمام؟ ودي بتبقى عيب. ليها بقى ناس بتقول لك ده بتكويها، بنعمل لها استئصال وي 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 وي. ابقى عارف، ما حدش يلبسني نتاية عندها تكار، بس انا ابقى عارف، ابقى انا واد برنس ومعلم في نفسي وانا بفحص النتاية، اقف كده اقول لا يا باشا معلش بعد اذنك النتاية دي عندها تكار، هتعالجها واخدها عشر، يا اما هاخدها على وضعها، يا اما هاخدها واديك نص فلوسها وهعالجها، عشرت هديك الباقي، ما عشرتش يبقى نرجع في البيع. الدنيا بتبقى ماشيه بالطريقه دي. لكن ما تلبسهاش، ما حدش يلبسك نتاية عندها تكار، لا ما ينفعش. ليه؟ مش هتعشر. يبقى هي دي الحلول اللي نبقى موجودين فيه. انا معايا كارت انا بتفاوض بيه. طب لو انا دفعت الفلوس كلها وانا لبست النتاية، امك في العش ولا طارت؟ خلصت. خاصة لو انت جايبها من سوق، جايبها من تاجر غشاش، واحد يقول لك انا ما كنتش اعرف، انا اشتريتها على وضعها ومحدش قال لي وانا ماليش ذنب وانا خدت مكسبي في الموضوع. وهتلاقي نفسك انت موجود مع ناس او وقعت في دايرة. انت في الاخر مين اللي هيبقى خسران؟ انت اخر واحد انت. وجايز تتعالج يا جايز ما تتعالج. طب ليه؟ بسبب عدم معرفتك ازاي تألف في النتاية. انت يعني ما عندكش خلفيه، ما عندكش المعلومات الكافيه ان انا وانا رايح اشتري نتايه كبيره صغيره، تمام، ايه هي النقاط اللي انا هقعد اقلب فيه علشان اخد نتايه محدش يديني نتايه معيوبه او فيها عيب. اخر حاجه ليه؟ لان انت دلوقتي واقف في ارضيه سوق. لو انا واقف في ارضيه سوق، تمام، او انا رايح لمزرعه لواحد، واحد ماسك لي معزه من ودنها وبيقول لي قلب فيها وبتاع، من ضمن الحاجات اللي الناس مش بتتكلم فيها، انا عايز اشوفها وهي ماشيه، انا عايز اتفرج عليها وهي ماشيه عامله ازاي. ما جايز يا عم رجلها مكسوره، جايز انها بتعرج، جايز عندها التواء في الحافر، عندها مشكله في الحوافر بتاعتها، عندها مشكله، عندها التهابات في الحوافر بتاعتها، هتمشي بتزك. يبقى من ضمن الحاجات اللي انت تشوفها بعد اذنك، انا عايز اشوف الغنم دي. طب لو انا في مزرعه بنقي 20 خروف، وقف المزرعه في باكيه وهات عصايه واطلع اجري ورا الغنم، شوف الغنم وهي بتجري عامله ازاي. عينك هتلقط. انا مش بقول لك ان انت هتمسك كل واحد بقى وتعمله الاسطمبه، لا، الغنم ليها اسطمبه وهي بتمشي. عينك هتلقط اللي فيه مشكله، اللي هتلاقيه بيعرج، اللي هتلاقيه بيزك، اللي هتلاقيه متاخر عن صحابه، اللي هتلاقيه مش عارف ايه. يعني عينك هتلقط غير المألوف هي هتلقطه. تمام. يبقى انا ماسك معزه من ودانها وانا في ارضيه السوق، طب ماشي ممكن بس اشوف المعزه بعد اذنك. طب هتروح ماسكها وتقول لي مثلا لو واحد صاحبك او حد، خد بس مشي المعزه ديت لقدام كده، اتفرج على مشيتها عامله ازاي. تمام. جايز يبقى عندها حاجه، عندها كسر قديم، بتزك، بتعرج، وي 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 وهكذا، وابص على الحوافر بتاعتها، ممكن يكون عندها التهاب في الحافر. كده يبقى انا قفلت المحور الثاني اللي هو محور الايه؟ محور الجسم. ازاي نفحص الجسم. نيجي لاخر حاجه اللي هو المحور الثالث، ودي تعتبر النقطه رقم 10، محور السلوك والنشاط. ايه هو السلوك والنشاط ده؟ بص عشان بس تبقى انت فاهم، 90%
من صحة الغنم، يعني ان انت تبقى مطمن ان الخروف ده حلو ولا وحش، هو بياكل ولا لا. 90% من فحصك و90% من ان انت تقول ان الخروف ده كويس لو انت حطيت له اكل كل ولا لا. عشان بس ايه نقفل الكلام ده. طيب انا دلوقتي رايح في السوق، يا عم اشحت شويه ضراويه من واحد، شويه برسيم من مش عارف ايه، كبش الذره وحطهم على بقه كده هيشمشم فيهم هيعضعض يعمل بتاع. يعني لازم اشوف سلوكه عامل ازاي. تمام، ده مهم جدا. طيب لو انا موجود في مزرعه او انا رايح اشتري من واحد من بيته في مزرعه كلام من ده، بعد اذنك شكاره تبن، بعد اذنك جردل العلف، ارمي لي جردل العلف ده في الطوايل. انا عايز اشوف الغنم وهي بتقبل وهي رايحه على الطواله انها تاكل. بص احنا اصلا كده يعني ايه اصلا، يعني الرعايه اليوميه انت اصلا بتعرف ازاي ان في الخروف ده فيه مشكله. يعني بتعرف ازاي؟ انا داخل بجردل العلف برميه في الطواله، انا عندي 20 خروف، 19 خروف دخلوا على الطواله ومرصوصين واقفين بياكلوا، وفي خروف متاخر عنهم قاعد ورا في الاخر في الركن وما قامش، ما جاش استقبلني، يعني جه رحب بيا يعني. خلاص انت عايز ايه تاني؟ الخروف ده تعبان بس. من غير بقى نقول ايه ولا فحص ولا بتاع ولا يعني، الخروف ده تعبان همسكه بقى اشوف عنده ايه بقى المشكله بتاعته. يبقى انا رايح اشتري خروف من عند واحد، رايح اشتري معزه غاليه وهدفع فيها فلوس في السوق بتاع مش عارف ايه، يبقى لازم المحور الاخير اطمن على النشاط والسلوك. في واحد بيبقى ماسك معزه من ودانها، المعزه عامله زي القرد عفريت، عماله تتنطط وعماله تزعق وعماله تعمل. انت عايز ايه تاني؟ ما هي بتقول لك انا كويسه اهو، بتقول لك انا حلوه اهو. وفي واحد يبقى ماسك المعزه قاعد عامله زي خاله الحاج قاعد ما بتعملش حاجه. ما دي تقلقني. معيز واقفه واكله وعماله تشطر، تلاقيها طول ما هي واقفه عماله بقها شغال عماله تاكل وعماله. طب ما دي معزه ده كده كويسه. ليه؟ الجهاز الهضمي او البيئه الداخليه بتاعتها سليمه. معزه قاعده ساكته وتيجي تقرب منها تلاقيها بتجز على اسنانها، انت عمال صوت جرش كده، تحس ان الضروس عماله بص، تحس ان هم بيتفرموا في بعض. يعني طب انت مستني ايه؟ المعزه دي تعبان هتشتريها ليه؟ ما تعرفش. يبقى من ضمن الحاجات المهمه، وده المحور الثالث في الفحص بتاعك للاغنام والماعز، لازم تطمن على النشاط والسلوك. وهعرف النشاط والسلوك ده ازاي؟ في بيته. لو انا كنت بشتري من مزرعه هجيب عصايه واطلع اجريهم واشوف نشاطهم عامل ازاي، هجيب شكاره تبن افرشها، اجيب جردل علف وافرشه، اشوف اقول لصاحب المزرعه او صاحب الحلال يعني بعد اذنك حط لنا شويه او كيلو علف كده ولا شويه علف كده نشوف الشهيه بتاعتهم عامله ازاي. انت نفسك تبقى مبسوط لما تلاقيه بيحط الاكل وهم دخلوا نسفوا الاكل، يقول لك ده وحوش في الاكل ما شاء الله عليهم، كفيهم انت اكل بس. طب لو انا كنت في السوق هتعمل ايه؟ ممكن تشوف اي حاجه خضراء قدامك وتقربها منه تشوف شكله عامل ازاي ودنيته عامله ازاي، لان صدقني والله العظيم 90% من صحه الحلال في الشهيه بتاعته. لو الخروف الشهيه بتاعته مقفوله اعرف ان هو فيه مشكله. قصه ان هو مستغرب المكان ومش مستغرب دي نقطه نحطها في الحسبان، ولكن صدقني الجوع في اي مكان، لو الخروف جاع وفي اي مكان، لو حتى لو كان مكان غريب، اول ما ينزل لو هو جعان هيخش وياكل معاك والموضوع انتهى. تمام؟ انا كده الحمد لله انا كده خلصت الفيديو بتاعي 10 نقاط. يا رب يعني اكون يعني ايه حاولت ان انا اقرب الدنيا شويه انورك. انا يعني ما قلتش الكلام كله، بس يعني ايه يعني لو كانت المعرفه بتاعتنا وخبرتنا دلوقتي بقت صفر، كانت صفر، اصبحت الان حتى لو 20%، ان انت يبقى مؤهل ان انا لو انا خايف انا عايز انزل اشتري من السوق وخايف التجار يضحكوا عليا، انا هروح اشتري من عند واحد والحاجه بتاعته بس انا ما بفهمش اعمل ايه ولا اسوي ايه، وباخدها كده منه وخلاص من وشه، ضحك عليا ضحك وسايبه بقى ايه لحسابه يوم القيامه مع ربنا. طب ليه؟ يعني انت برضو ما فيهاش حاجه ان انت تستزيد من العلم وان انت تدور وان انت تسمع كلمتين من هنا ومن هنا، على الاقل برضو لما انت تروح هناك تبقى ايه شواف شويه. تمام؟ مش هقول يعني احنا كلنا خبره، احنا كلنا بنتعلم من بعض، ويعني ربنا يصلح الحال وادعوا لنا بالبركه. ولو حد محتاج مني اي حاجه انا تحت امركم. انا كده بسيب يعني رقم التليفون بتاعي بيبقى موجود على الفيديو، وبسيب برضو في صندوق الوصف بسيب
شويه فيديوهات تعليميه وتثقيفيه فيهم شويه معلومات محترمين جدا، تمام، لاي حد مبتدئ في الانتاج الحيواني. خش اتفرج على الفيديوهات، بس اوعى تنسى الفيديوهات بتاعتي طويله مليانه معلومات، بس صدقني معلومات مفيده جدا وموجوده من ارض الواقع، وانا دفعت فيها فلوس، يعني انا خسرت فيها فلوس، تمام، عشان اطلع اقول لك الكلام ده. تمام، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.